بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد. معكم أخوكم صياد الحداق حميد الشيب إسماعيل. اليوم التاريخ 29/11/2023. اليوم يوم الأربعاء. موضوعنا اليوم راح يكون بحري. اليوم راح نتكلم عن علف الأسماك، الأطعمة اللي تتغذى عليها الأسماك، وبالذات الشعم اللي هو الدرادة. طبعا عندي هنا موجود في هذه البقعة 4 أو 5 أنواع من الأطعمة اللي يتغذى عليها سمكة الشعم. رقم 1 طبعا هذا اللي هو القنفذ البحر أو الشيت. هذا طبعا يتغذى على الشعم، يحبها. هذا هو الشيت، هذا رقم 1. طعام رقم 2 اللي يتغذى عليه الشعم طبعا هذا اللي هو زبوط النقعة أو الحلزون أو القوقع. هذا رقم 2، هذا أيضا الشعم يتغذى عليه. غذاء رقم 3 أو العلف رقم 3 الشريب. هذا هو الشريب، هذا أيضا الشعم يتغذى عليه، يحبه. طبعا النافية هذه فيها بيض، فيها حبول. هذا طبعا غذاء الشعم المفضل اللي هو الشريب، سلطعون. هذا طبعا يحب الشعم، غذاء المفضل. غذاء رقم 3 اللي هو المحار أو الصدف. هذا محار. هذا رقم 4 غذاء يحب الشعم أو علف يحب الشعم، يتغذى عليه. طبعا أيضا الشعم ساعات يصير نباتي، يأكل أيضا هذا الخضير أو القصيع. طبعا أيضا من الأماكن المفضلة للصيد الأسماك أو الشعم بالذات بهذا التضاريس، بهذا المكان. هذا المكان طبعا نخشرة صخور. هذا المكان مفضل لصيد الشعم أو باقي الأسماك أيضا مفترسة. هذا المكان. طبعا هذه 5 أنواع من الأطعمة أو الأغذية أو العلف اللي يتغذى عليها سمكة الشعم. وأخيرا نقول أهل البحر يعيشون. أخوكم صياد الحداق حميد الشيب إسماعيل، مع السلامة.